عنده خبره، عنده ممكن تكون تعليمات من الجهاز الفني. ما اعتقدش ان يعني صلاح هياخد تعليمات، بس صلاح من اللعيبه اللي بتزيد كويس. انما عشان في برضه تصادم كبير بينه وبين احمد حسن في حته ان هو احمد حسن ممكن يكون قدامه، احمد حسن بيعطل الكره كتير في بعض الاوقات، اثر كتير على وسط ملعب نادي الزمالك، وادى راحه كبيره لوسط ملعب امي في حته الانتشار وحته كمان التمركز في الناحيه الدفاعيه، وده عيب من عيوب نادي الزمالك النهارده، هو البطء الشديد في عمليه استلام الكره على عكس بعض المباريات الاخرى، برضه نظرا ان الطرفين مقفولين. هدي المرغني هدي له 4 من 10. احمد حسن هدي له 5 من 10. حاول، ويمكن برضه في كور عملها شاطها بحاجه شخصيه بامور فرديه، بس قلت لك العيب الخطير اللي كان موجود عند احمد حسن النهارده هو استلامه للكره اكتر وقت ممكن كان مدي راحه كبيره جدا، وبيديك فرصه كمان تاخد نفسك كلاعب وسط ملعب ترجع وتتمركز كويس وتقف كويس، وكان بيعطل وكان بيبقى في دفاع موجود على راسين الحرب اذا كان زيكو واحمد جعفر. شيكابالا اكثرهم انتاجا بصراحه، اكثرهم انتاجا، عنده حته الانانيه زي ما ذكر الكابتن زيزو، بس اكتر اللاعبين اللي عملوا سورباس، اكتر اللاعبين اللي سددوا على المرمى، اكتر اللاعبين اللي كان منتج في حته نص الملعب، وخاصه كان بيجي من تحت لفوق قطري زي ما قال الكابتن. يعني دي كلها امور كانت بتساعد نادي الزمالك، بس كان في وقت من الاوقات بشكل فردي، على عكس المباريات اللي فاتت كنا شفنا الجماعيه في نادي الزمالك في الاسلوب في التعامل. بص الاهداف نادي الزمالك في المباريات السابقه كلها هتلاقي في جماعيه في الاداء، صحيح. ما بين زكي، ما بين جعفر، ما بين احمد حسن، شيكابالا، حتى حازم امام وعبد الشافي. النهارده في بنسبه 90% فرديه و10% جماعيه، ده اللي قبله التفوق العالي جدا بتاع نادي انبي في الجماعيه على الاداء. الجماعيه قللت كتير من بعض الفروق الفرديه اللي موجوده عند الزمالك للتفوق على انبي، اديتها لصالح نادي انبي، بمعنى ان الجماعيه قفلت الفروق الفرديه. ده كان متواجد في نص ملعب نادي انبي، متواجد في خط دفاعه، متواجد كمان في لعيبه راس الحربه. بص على المجهود البدني الكبير اللي اتعمل من رؤوف وعبد الظاهر طوال ال90 دقيقه قبل ما يخرج رؤوف، هتلاقي مجهود بدني جبار، صحيح. في الضغط على خط الدفاع والضغط على طرف الملعب واللعب في نص الملعب زي كان رؤوف وعبد الظاهر. وسط ملعب انبي مانو هعتبره وسط ملعب ولا وسط دفاع مش قادر، لانه لاعب يعني يعتبر زي ما اتكلمنا عليه كتير جدا في الفتره كان موجود فيها لحد دقيقه 25 اعتقد كان موفق بنسبه كبيره، ممتاز حتى لما راح دفاعيا ما قلتش، هو مانو بنفس الامكانيات وبنفس الحجم. محمد شعبان احد نجوم المباراه، حسين علي يعني احد نجوم المباراه في الباص، في ثرو باص، في صناعه اللعب، في التقدم الامامي، ده محمد شعبان. حسين علي على ظروف المباراه ونزل في وقت كان بديل للاعب كبير جدا اسمه مانو، وبيلعب تحت ضغوط كبيره انه لسه لاعب ما جهزش بشكل كويس، هديله 6 من 10 بالنسبه لوسط ملعب نادي انبي. صبحي انا في رايي ياخد 8 و9 من 10 لسبب بسيط، زي ما قلنا المساعده كويسه جدا ليه ناصر في الحته الدفاعيه انه يقفل على حازم امام وشيكابالا. ثانيا كمان كان بيبقى لاعب ارتكاز ثاني، كان بيلعب احمد حسن، كان بيعمل شغل كويس جدا، عشان كده ناصف انا ممكن اديله 8 و9 من 10 كحته وسط ملعب سواء دفاعي او هجومي. عاوز اقول لك ان زي ما هرجع ثاني واكررها، الجماعيه في اداء انبي هو اللي ساعد انبي يقتل كتير من المهاره الفرديه اللي موجوده عند لاعب الزمالك، وده بالفوارق الفرديه طبعا بين الاثنين. كابتن زيزو، يعني احمد جعفر وعمرو زكي يعني كنا كلنا متفقين قبل المباراه ان هيكونوا اتقل بعض الشيء من احمد عبد الظاهر واحمد رؤوف على دفاعات الفرق الاخرى، يعني كل واحد على عكس الفريق الاخر، لكن اتضح العكس. احمد عبد الظاهر اصبح واحمد رؤوف اثنين اصبحوا زي ما ذكر الكابتن خالد قبل ما يطلع يعني احمد رؤوف مزعجين جدا لدفاعات نادي الزمالك بمساعده طبعا لاعبي خط الوسط. والله بص اقول لحضرتك على حاجه، هو الكلام ده طبعا احنا قلناه قياسا، قلنا بالمقدمات بالمقدمات طبعا وقلنا ان دي كله كان على الورق قبل ما نشوف بالظبط، قلنا دي مرهونه بالحاله بتاعه الاداء والانتاج داخل الملعب. نعم. والحاله دي يمكن انا كاتب هنا قدامي دلوقتي ان كابتن ارجع لك بس بعد اذنك، الكره دي شوطه ولا عرضيه؟ لا شوطه يا كابتن، شوطه. لا شوطه، هو كان شاطها في الجول عرضيه شوطه يعني برضه ده توفيق وده توفيق طبعا، ده توفيق وده توفيق. لا طبعا التوفيق لازم يكون موجود في كره القدم يعني. فعارف حضرتك لما دي يعني انا كنت يعني محضر نفسي اتكلم عن خط النص بتاع نادي الزمالك. اتفضل حضرتك اتكلم عن خط النص، اصل انت قلت النتيجه بتاعت اللي انا كنت عايز اوصل لها مباشره. تمام. بمعنى ايه؟ الدور في دور لابراهيم صلاح والمرغني، الدور ده دفاعي بحت وخد شكل تقليدي جدا. يعني ايه شكل تقليدي؟ يعني ما فيش لعيب فيهم مثلا بيخترق، ما فيش لعيب بيشوط، ما فيش لعيب فيهم بيرمي ثرو باص مؤثر، ما فيش لعيب فيهم مثلا بيتصرف حسب ظروف اللعب. ذكرت قبل سنه الاثنين دورهم واحد، انت حضرتك دورهم واحد، بس يمكن ماسكين مساحه، وحتى قلت ان يمكن هيبقى صعب عليهم ان هم يمسكوا الاطراف كلها. زائد ان هم ما كانش ليهم اي نوع من انواع المسانده الاماميه. دورهم كانتاج
مرهون بحاجتين. الحاجه الاولى ما يبقاش في حد وراهم بحيث ان هو ما يضغطش على خط الدفاع بشكل مباشر، ودي احنا شفناها كتير جدا. نعم. شفنا صلاح سليمان وفتح الله تحملوا عبء كبير جدا النهارده نتيجه ان ما فيش نوع من مش عايز اقول المسانده اللي هي الاوليه. نعم. اللي المفروض انها تسبق وصول الكره الخط الاخير. كويس. ده من الناحيه الدفاعيه. من الناحيه الهجوميه نجاحهم مرهون بايه؟ مرهون بعمليه استخلاص الكره وبناء هجمه سليمه ونجاح الاخرين في ترجمه هذا الى اهداف. نعم. نجاح الاخرين اللي هم مين بقى؟ اللي هو شيكابالا واحمد حسن بدايه وعمرو زكي وجعفر. عمرو زكي وجعفر اللي هرجع بقى لعمرو زكي وجعفر، لكن لازم اروح لفاصل مع حضرتك. مشاهدينا الكرام نواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن زيزو كنت تتحدث طبعا عن احمد جعفر وعمرو زكي والمسانده الهجوميه من ابراهيم صلاح ومحمد المرغني. احنا قلنا ان نجاح الاثنين المدافعين دول الترجمه بتاعه الاربعه. شيكابالا هو واحمد حسن كصناع لعب وفي نفس الوقت مساندين للزياده العدديه الناحيه الهجوميه، ودي كانت فقدت قيمتها نتيجه احتفاظ بكره كتير ونتيجه الحرص على ان كل واحد يبقى بيلعب بشكل فردي. نعم. وانا بايد الكلام بتاع الجماعيه اللي قاله الكابتن خالد. الجماعيه بتعطي حد ادنى للاداء 60% للاجاده. نعم. وتعطي فرصه لتعويض القصور الفردي اللي بيبقى موجود مثلا في بعض الافراد. يعني ممكن لعيب مثلا زي عادل مصطفى احيانا ما كانش بيرجع، الجماعيه تغطيها. ممكن واحد زي رؤوف مع احمد عبد الظاهر ومعاهم عادل مصطفى الثلاثه يتضربوا، بس تجد الجماعيه تعوض حاجه زي كده. صحيح. ولذلك الدور كان ايجابي جدا بالنسبه لفرقه انبي من شعبان وصبحي. الايجابي ازاي؟ ايجابي انه بيقدر يستخلص الكره بشكل فني، يقدر يبني هجمه، يقدر يعمل رتم جيد في منطقه الوسط، يقدر يشوط، يقدر يصنع لعب. يبقى هنا الدور بتاعه مكتمل، مش تقليدي، مش بسيط. نعم. فطبعا البطوله عايزه هذه الادوار. اكيد. هتيجي بقى لاحمد جعفر او عمرو زكي. احنا قلنا ان السلبيه اللي قد تحدث ان هما الاثنين يكونوا متمركزين في مكان قريب مع الرقابه، وبالتالي العمق الهجومي هنا هيبقى مضروب، لان النص الملعب كان جيد بالنسبه لانبي وهم عليهم رقابه وتغطيه، فهنا مفيش خطوره. نعم. زائد كمان عدم التقدم بالنسبه للاطراف اللي كان مقفول عليها. فمن هنا نادي الزمالك كان مقفول عليه تماما منطقه القلب، واحنا دي توقعناها برضه انا وكابتن خالد قبل ما نبدا نعم. الحوار بتاعنا. وضربنا مثل بالايجابيه بتاعت جعفر في التحرك بتاعه في الجول بتاع فرقه الجونه، سوري وادي دجله. والجون برضه بتاع احمد حسن اللي جابه بدماغه اللي عمرو زكي اتحرك فيه نتيجه برضه التحرك ده. فكان تحرك رائع من نص الملعب لاحمد حسن داخل منطقه ال 18 وتحرك رائع للطرف من عمرو زكي. فمن هنا طبعا اتعملت النهارده يا كابتن، اتعملت عن طريق شيكابالا واحمد حسن. مظبوط. اللي طلعت فوق هنشاهد طبعا اهداف هذه المباراه، مباراه الزمالك وانبي، وفوز انبي بهدفين مقابل هدف واحد. الهدف الاول جاء عن طريق عمرو زكي في الدقيقه 48 من عمر هذا اللقاء، ونقوم عليها بالتحرير سريعا ان شاء الله. كابتن خالد، الهدف الاول عمرو زكي في الدقيقه 48. اتفضل كابتن خالد. هو هدف طبعا موجود لكفاءه عمرو زكي بالنسبه للكرات الثابته كلاعب راس، عنده امكانياته التهديفيه كويسه جدا. بالاضافه ان في تمركز خاطئ من كل لاعبي انبي في الناحيه الدفاعيه. يمكن الخطا الوحيد اللي اتعمل من خط دفاع انبي في رقابه عمرو زكي، يمكن شفناها في اوضاع كتيره جدا، بس الحاله الوحيده نمشي كمان بالكره، نمشي كمان. بص هنقف هنا في رقابه مفروضه على عمرو زكي، بس الرقابه مش اللي هي الرقابه السليمه اللي ممكن تكون جوه خط 18 بلاعب عنده امكانيات تهديفيه زي عمرو زكي. عندك هنا في مواقف سلبيه كتيره جدا للاعب. ادي واحد ده سلبي، هنا اثنين سلبي بالنسبه اللي هو مانو عفوا سلبي، ثلاثه يعني اعتقد ان ده كمان 6 اعتقد سلبي. وحتى اللي واقف هنا دوت، انا اسف هنعمل هنا السهم ده، اللي واقف هنا ده واخد اللعيب. المفروض انت ما بتكون في خط 18 على ما اعتقد الكابتن بتاخد اللعيب في صدرك، ما بتاخدش اللعيب في ظهرك.
طبعا. ودي من اكبر الاخطاء اللي اتعملت بالنسبه للهدف. يمكن الرقابه اللي المفروض على عمرو زكي، من اعتقد من رامي صبري، يعني انا بتصور رامي صبري، بس طبعا كان هدف فيه كفاءه من عمرو. مش رامي صبري، رامي صبري كانش لسه نزل. السقه ممكن يكون السقه الصوره عندي بعيدا مش شايف. فالرقابه الوحيده هو ده يعتبر فيه كفاءه من عمرو زكي وتمركز خاطئ من خط دفاع انبي، ويمكن الخطا الوحيد بالنسبه للدفاع. كابتن زيزو عايز تعلق على الهدف ده؟ لا انا عايز اقول بس الحته اللي قالها الاخيره اللي هي عمليه كفاءه المهاجم. احنا اتكلمنا فيها برضو قبل اللقاء. لما قلنا ان مش شرط ان يبقى في خطا من المدافع بقدر ما هو كفاءه من المهاجم. صحيح. فلما يحصل ان الاثنين بيأدوا الدور بتاعهم، هي عمليه خطوه. ولذلك النهارده خطوه بتحويله اللعب، اي تحويله داخل ال 18 في المنطقه دي تبقى خطا. فانا شايف ان هي تحرك جيد جدا من عمرو زكي، ولمسه طبعا موفقه جدا. زائد ان لو ناخد بالنا هتلاقي عمرو بيقطع الكوره بيجري لبره الملعب. يعني بص حضرتك بيجري لبره الملعب، اللي هو التحرك القطري اللي احنا برضه بنتكلم عنه. هو عمرو زكي مستواه ثابت في اغلب المباريات اللي لعبها مع نادي الزمالك، كل عادة اكتشاف نفسه من جديد. انما هو برضه في نقطه ثانيه برضه عايز اضيفها على كلام الكابتن خالد. اتفضل. بص الانتشار الجيد للثلاث لعيبه اللي موجودين داخل منطقه ال 18 من نادي الزمالك. وبص عدم الرقابه اللي قال عليها الكابتن خالد هتجدها مش موجوده، لا بالنسبه لشيكابالا اللي هو العنصر الثاني اللي موجود، ولا لاحمد حسن العنصر الثالث اللي موجود. نعم. دي على فكره مانو مميز في ضربات ثابته، بس المفروض يعني عمرو تفوق على مانو في الكره الثابته ديت. نعم. كابتن زيزو ده الهدف، هناخد الهدف الثاني في الدقيقه، يعني كان من ضربه جزاء في الدقيقه 54، لكن قبل ضربه الجزاء كان في لعبه اللي حضرتك ذكرتها، محمد شعبان لاحمد عبد الظاهر، اخذ بيها ضربه جزاء وعادل مصطفى. نرجع بيها هي نفس اللي يجيبوها، هي يعني يكون نفس وحضرتك ذكرت يعني وقلت محمد شعبان لا ادى تمريرات. هو اللعبه ديت يعني انا شايف ان هي اولا فيها انتفاضه للنفسيه بتاعت لعيبه نادي الانبي، لان اللعبه دي بعد جون بدقيقتين او 3 دقائق فتجد ان في ثبات. بص حضرتك كام لعيب في المنطقه اللي هي الثلث الاخير، هتجد في 4 لعيبه بصرف النظر عن النصف اوفسايد او في مكان اوفسايد. انما بص هنا بقى التحرك اللي هيحدث، البصه الجميله اللي هي البينيه، وبص دي بقى الثرو باص الرائع اللي ضرب بيه خط الدفاع كله. وطبعا هنا في تغطيه كانت من عمر جابر على ما اعتقد. اخر واحده يا كابتن خالد مين؟ انا ما اعتقد كان حازم امام. حازم امام. فبص بقى الثرو هنا مقصود، ضرب بيه 5 أو 6 لعيبه. ال6 لعيبه طبعا مش متمركزين مظبوط يا كابتن خالد، اللي هو اول واحد عبد الشافي اللي هو على الطرف الاخير، وتجد قدامهم الاثنين المحاور اللي هو صلاح والمرغني، اللي احنا قلنا الكوره لو وراهم يبقى الدور بتاعهم تم افساده، انتهى ضربه في ثانيه بالظبط كده. بص بقى الاستقبال الرائع هنا، نمشي الكوره سنه، الاستقبال الرائع لرؤوف. بص حضرتك استقبال رائع في الاتجاه الفاضي والاقرب للمرمى، بس هو حس احساس المهاجم بالمساحه بمكان الهدف، مكان الجول. ودي على فكره عملها هو من غير ما يبص، لان دي بيبقى احساس بتبقى احساس ضمني. فانا اعتقد ان شعبان، انا بتفق مع الكابتن خالد انه احد ابرز النجوم بالنسبه لفرقه انبي النهارده، ويمكن هي احسن مباراه بالنسبه له. وان كانت في مباراه الشرطه انا يمكن اشدت بيه، بس ما كانش باين قوي زي الماتش بتاع النهارده. وضربه الجزاء طبعا كنا زي ما بنقول التوفيق عادل مصطفى، ورجعت له تاني وحط ضربه الجزاء والمتابعه زي ما بنقول التوفيق طبعا مطلوب في كره القدم. هنرجع لها تاني يا كابتن بدر. انهي واحده؟ هي نفس الهدف، ضربه الجزاء نفس ولا الهدف من اوله؟ الهدف محمد شعبان طبعا من اوله. نعم. هنشوف الهجمه بتاعت الهدف الاول. برضه محمد شعبان بس هنقف هنا. هي بص هنا انت عندك كام لعيب مضروب نرجع تاني بالكوره بس مخرجنا بيومي. نرجع كمان بس هنقف هنا. كلام كابتن زيزو على 4 لعيبه، ادي 1 2 3 نعم 4 4 لعيبه اتضربوا في لعبه واحده بالظبط. لان اولا خطا، يعني خطا جسيم مرتين يا كابتن خالد، المره دي والمره الثانيه اللي هي بتاعت شعبان خطا جسيم جدا جدا، ان اللعيبه تكون واقفه بالشكل ده. بيلعبوا في نادي الزمالك، نادي بطولات، نادي كبير جدا، وعندهم مدرب زي الكابتن حسن شحاته. اعتقد ان ده من الاخطاء الجسيمه في عرف كره القدم. نمشي بالكره. اولا ده برضه نقف هنا، ده كان ممكن يعمل هجمه ثانيه ناصف، كمان يعمل خطوره، لان في عندك راس الحربه ثابتين قدام، راسين الحربه بتوع نادي انبي، عبد الرؤوف ومعهم عادل مصطفى، رؤوف ابو زهر ومعهم عادل مصطفى، فانت عندك 3 لعيبه قدام، فكل ده اتضرب عشان
لعيبه الارتكاز اذا كان المرغني وابراهيم صلاح واحمد حسن كانوا بعاد تماما عن اجواء اللقاء في النواحي الدفاعيه، يمكن كان اعلاهم نسبه ابراهيم صلاح. نمشي بالكره، نمشي كمان نمشي بس هنقف نفس السيناريو اللي اتضرب بيه الكره اللي هي الاولانيه، يعني هي اللقطه الاولانيه معاده يا كابتن تامر. ادي 1 2 دوس جامد 3 ده انبي ده. لا انا اعملها على الراس عشان تبان، يعني مش عشان انبي، فاهم؟ 4 اتضربوا بلعبه واحده برضو، لعبه معموله ثرو باس هتعمل محمد شعبان، هيبقى بشكل جميل وممتاز جدا. نمشي، بص هنقف هنا، بص يا كابتن كام لاعب؟ نتكلم على لعيبه الزمالك كلها اتضربت في خط واحد. 7 لاعبين مظبوط؟ الاربع لعيبه خدوا شكل قطري غريب جدا، ما ينفعش من لعيبه درجه ثانيه او درجه ثالثه، وفي مساحه نص متر. كانوا مستهين مع الجون اعتقد، يعني نمشي بالكره، الهدف لسه ما كانوا مش نمشي بس هنقف هنا كمان نمشي كمان، مخرجنا بيبقى نمشي كمان. المفروض يا كابتن في عرف الكوره ان لاعب ارتكاز لازم يكون قدامه لاعب ارتكاز، لازم يكون قدامه صلاح او المرغني او احمد حسن على الاقل كلاعب صانع العاب. اول واحد لازم يقابل واحد زي محمد شعبان في حته زي ديت. ده نفس السيناريو الكوره اللي اتعملت بتاع الهدف بتاع حسن مصطفى وعاشور الادهم، بس دي ما اتشاطتش، دي اتعملت ثرو باس بشكل ممتاز لاحمد رؤوف. وطبعا عشان في كساله في خط الدفاع، وعشان في عدم تمركز سليم، وعشان في عدم انسجام. المباراه انتهت يا كابتن خالد في الدقيقه 48. ده التتويج اللي هنتكلم عليه بعدين. كل ده اتضربوا بلعبه واحده لعيبه نادي الزمالك. بص بقى كام لاعب نادي الزمالك؟ ادي 1 7 لعيبه عشان من 7 لعيبه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 5 تمام 6 7 نمشي بقى. مش مشكله يا كابتن، مش مشكله، دي عندنا وقت لغايه الساعه 10:30، مش مشكله. 7 لعيبه يا كابتن، 7 لعيبه على كام لعيب من انبي؟ 4 نعتبر 3 يعتبروا 3 جوه 18 واحد قدام شعبان. يا راجل ده كارثه، ده ما تنفعش، ما تحصلش من لعيبه منتخب مصر ولاعيبه دوليين زي لعيبه نادي الزمالك. انت مستعجل قوي على الجهاز. لا في غلطه انا بس عايز اكد عليها. اتفضل يا كابتن عاوز يتكلم. بص يا كابتن تامر، في هنا حاجه اتعملت صح من ابراهيم صلاح، انه رايح يضغط على شعبان. كان لازم المحور الثاني اللي هو مرغني كان لازم يثبت مع رؤوف. يعني واحد يروح واحد يضغط والثاني يغطي. كان هو ده الدور اللي احنا اتكلمنا برضو عليه قبل المباراه على فكره، ان هما الاثنين ما ينفعوش يكونوا بيدافعوا على خط واحد ولا يهاجموا على خط واحد. فطبعا هو بس برضو نرجع نقول ان هذه كره القدم أكيد. من غير اخطاء لا يمكن ان يكون هناك اهداف، وطالما هناك احتكاك لابد ان يكون هناك اصابات. دي مبادئ اساسيه يعني. اكيد. الهدف الثاني لفريق نادي انبي كان في الدقيقه 81. قبل ما نشوف الهدف الثاني طبعا المؤتمر الصحفي، يعني لم يحضر احد من نادي الزمالك في هذا المؤتمر الصحفي، والمؤتمر الصحفي استمر لمده دقيقتين بالظبط وانتهى المؤتمر الصحفي. عادي، آفة الكره المصريه، الزمالك لما يخسر ما يروحش المؤتمر، الاهلي لما يخسر ما يروحش المؤتمر، الاسماعيلي لما يخسر ما يروحش المؤتمر. آفة الكره المصريه. اتمنى من اتحاد الكره المصري لجنه المسابقات تعمل عقوبه شديده جدا على نادي الزمالك، تعمل عقوبه شديده فعلا على الجهاز الفني لنادي الزمالك، لان المفروض احترام حاجه اسمها مؤتمر صحفي. لازم الناس تروح وتحترم اداره جهاز فني نادي انبي لانهم كسبوا البطوله عن حق، فلازم الناس تروح بالامانه. يعني لازم يكون في عقاب. انا بتفق معاك كابتن خالد في هذا الموضوع. الهدف الثاني لاحمد عبد الظاهر في الدقيقه 81 اللي انا يعني بعتقد فيه وبشيد بيه بعادل مصطفى، انا شايف ان هو السبب في الهدف ده بصراحه. عجبتني ده احمد المصطفى بصراحه. هنشاهد الهدف الثاني لفريق انبي. اتفضل. لا اتفضل يا كابتن. اصل انت بتبدا الاول عشان لا انا هخطط وانت لا رجعونا من الاول. طيب بيومي رجعونا من الاول خالص. ايوه هو لا قبل دي كمان قبل دي كمان من نص ملعب انبي في لقطه قبل دي. من قبل من اول النص الثاني ملعب انبي والهجمه ده كانت في الدقيقه 81. اتنقلت قبلها مره او اتنين، وحصل تحرك برضو لخارج الملعب من عادل مصطفى، وتصرف فيها بذكاء عالي جدا لما لعب كره بكعبه، وكان في متابعه من رؤوف، ومش متابعه بس متابعه يعني. بص حضرتك هنا من اول القطعه بالظبط. بص حضرتك هنا باصه 2 حصل طبعا هنا شويه لخبطه كده لغايه ما رجع تاني لعادل مصطفى. من هنا بقى كعب رجله طبعا باصه صعبه جدا،
كان ممكن يعني لو اتاخر فيها سنه صغيره كان يتاذي جامد قوي فيها. دي اللي بعتبرها الهدف يعني. هي طبعا دي لا هي دي كمان في في زحلقه صغيره لابراهيم صلاح اعتقد ان هي اثرت على اللعبه. طبعا هنا الخطوره كانت في عدم رقابه احمد عبد الظاهر. يعني هنا ما فيش تغطيه من الناحيه الثانيه، ودي برضو احد المشاكل بتاعه المحورين، لان حتى لو الطرف اليمين بعيد كان المفروض ازاي لعيب زي احمد عبد الظاهر في منطقه زي دي. ودي احنا قلنا برضو عليها يا كابتن تامر ان صعب جدا انك انت 2 لعيبه بس هم اللي يدافعوا بعرض الملعب كله، و3 على 3 في كره القدم ما تنفعش طبعا. وبعدين ان هو ده لا ده هنا 3 على 1، هنا 2 على 1. يعني اعتبر عادل مصطفى كمان 2 على 1. انا بعتبر 2 على 1 اللي هو المدافع الاخير اللي هو فتح الله وعليه رؤوف فكابتن لو عادل مصطفى حتى خد خطوه لقدام، لو كان رؤوف سنه بقى 3 على 1 بقى 3 على 1 كان رؤوف كان عادل مصطفى وش للجول، او ممكن العرضيه لاحمد عبد الظاهر يبقى الجول الثاني. طبعا هنا في بقى في اداء حركي مع اداء مهاري لاحمد عبد الظاهر لابد ان احنا نتكلم عنها. الكره هنا طبعا اتشاطت، هي عشوائيه، انا شايف ان هي عشوائيه من رؤوف وفيها توفيق ربنا، لان هي شايفها انها متشاطه واتشاطت شوط التعب كمان لانها في اخر الموضوع. اخر صح كويس. بس شوف هنا عبد الظاهر عمل ايه؟ وقف الاول، عدل جسمه بقى الوضع التشريحي بتاع جسمه يخدم المهاره بتاعته. فبص حضرتك عمل ايه؟ خطوه ونام على الارض، لان من غير النومه دي ما كانش ممكن الهدف يجي. ما يجيبش بالظبط. كويس. فدي مهاره. في كره بقى الشيكابالا اتصلحت له على خط ال 18 وشاطها حلو جدا. احنا حتى الاداء نفسه كان عالي جدا، ولكن اتشاطت بعيد عن المرمى، انما شكلها كان حلو. شيكابالا لو نام نفس النومه دي برجله الشمال كانت الكره جت جول. فعايز اقول ان في علاقه وطيده ومهمه جدا ما بين الاداء الحركي او المهاره الحركيه والمهاره الفنيه اللي اللعيب بيأدي بيها، بتساعده على ان هو ينتج انتاج بشكل اعلى كتير قوي من الناحيه الفنيه. طبعا عن الهدف خلصت. هو الهدف الثاني قدامنا قد ايه احنا؟ لا قدامنا. اتفضل يا كابتن خالد. احنا قلنا 10 ونص. لا انت قاعد معايا قاعد معايا النهارده. بقول لك خلونا الماتش يخلص في الوقت الاساسي عشان الناس عاوزه تروح. لا قاعدين مع بعض ان شاء الله. بس يا سيدي، الهدف الاول في خطا من لعيبه نص ملعب نادي الزمالك مكرر من الهدف الثاني. الهدف الثاني عفوا مكرر من الهدف الاول. خطا نص ملعب وسط ملعب نادي الزمالك. خطا كمان في التمركز بتاع خط الدفاع بتاع نادي الزمالك. انت بص هتلاقي صلاح سليمان هو الوحيد اللي واقف عامل التغطيه. ادي الكره. هنقف هنا. اولا نرجع تاني من الاول مخرجنا بيوم بعد اذنك، لان فيها لقطه مهمه جدا. نرجع لا من اول. من اول قطع خالص. من اول نص الملعب. من اول قطعه. شوف مين اللي قطع الكوره. عادل مصطفى؟ لا. احمد عبد الظاهر؟ احمد رؤوف. وشوف عمل سبرنت ازاي لقدام. يعني نرجع كمان نمشي بالتالي مدافع يا كابتن كمان. لا احمد رؤوف انا تابعته يا كابتن. كمان نمشي. عمل تاكلينج في الاول. لا نمشي. لا دي مش هي دي. كمان نمشي كمان انا نمشي تاكلينج ده قصدك دي. بص مين اللي قطع الكوره هنا؟ احمد رؤوف. نمشي كمان. خليه امشي بيومي. امشي خلاص. كمان ده الضغط اللي موجود. عادل مصطفى. بص يا كابتن السبرنت اللي عمله هنا احمد رؤوف. اتفرج اتفضل. وخطا من ابراهيم وضغط كمان. ضغط من الاول نص ملعب، وده دور راس الحربه مهم جدا. وكمان وكره ما لهاش اي لازمه، يعني كره بعيده ممكن يعمل فاول، ممكن يكون مكانه مش مظبوط. عمل الضغط اللي هو متكلف فيه من قبل الكابتن مختار في حته الدفاع. نمشي بس هنقف هنا. بص يا كابتن مستحيل يعني في عرف الكوره ادي 2 3 بالنسبه لاحمد رؤوف. ادي الرابع. كل لعيبه نص ملعب نادي الزمالك مضروبين بكره ثانيه. ده صعب جدا، يعني صعب على المرغني وعلى مفيش الا ابراهيم صلاح اللي موجود في الكره معذور، لانه الوحيد كان المفروض يضغط على احمد رؤوف وراح. نمشي بالكره بس هنقف هنا. خلاص اتضرب كل لعيبه نادي الزمالك. حتى لو كان رؤوف عمل الكره من الاول لاحمد عبد الظاهر راح جول. صح. نعم. انما هو اتاخر قال لك اشوط. صلاح سليمان ضغط وفتح الله مش موجود، المرغني مش موجود، احمد حسن مش موجود، كل دول لعيبه الزمالك. حتى عبد الشافي ملوش اي دور في الكوره ديت. عادل مصطفى هنا لوحده هنا اهو. مظبوط يا كابتن زيزو؟ مظبوط يا كابتن. عبد الشافي مش موجود. يعني انا مش فاهم فين خط دفاع الزمالك، فين نص ملعب نادي الزمالك. اولا زي ما قلت لك خط وسط ملعب
خط دفاع، الكسره العاديه لعيبه انبي في الخط الامامي، عندك 3 لعيبه وفي فيهم لعيب جاي من ورا محمد ناصف، ادي 4 لعيبه. كفاءه لعيبه الارتكاز في انبي في الضغط اذا كان شعبان او حسين علي. اخر حاجه وهي كفاءه الثلاثي الهجومي للنادي انبي في الضغط وفي التعامل كمان بشكل ايجابي، اذا كان عادل مصطفى ورؤوف احمد عبد الواحد ما يتحملش حاجه، عبد الواحد السيد ملوش اي دخله يعني خالص. في نقطه برضو عايز اتكلم